انطلقت صافرة اللقاء معلنة بداية المباراة، والتي جمعت بين الأحمر العرقاوي وفريق النهضة. خاض الفريقين مباراة قوية، حيث أضاع الفريقين العديد من الفرص الذهبية، حتى أضاع فريق النهضة ركلة جزاء. استمر الحماس بين الفريقين حتى أعلن حكم المباراة انتهاء الشوط الأول. وفي الشوط الثاني اشتعل الأحمر العرقاوي لهيبا من الحماس، وكان له نصيب الأسد في المربع الأخضر، ولكن النهضة كان له بالمرصاد حتى انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.